آنساتي سادتي، رحبوا معايا بملك الدراما بتاع الحوارات اللي بيحب يعيش الصعبانيات، اللي قرر ياكل النجيلة عشان يوفر اللحمة لاخواته المساكين لأنه كده كده كسلان يفرهد نفسه في الصيد. ملك التفخير الحقيقي. رحبوا معايا بدب الباندا الكسلان. في الحلقة دي هعرفك معلومات كتير عن دب الباندا وعن أغرب أسراره اللي كسر بيها موازين العلم والعلماء بسبب امتلاكه لجهاز هضمي آكل للحوم، ورغم كل ده قرر إنه يقضيها نجيلة ويبعد خالص عن الفرهدة والصيد. دب الباندا ظهر من حوالي 9 مليون سنة، وفي الفترة دي كان لاحم من الدرجة الأولى، ونشأته كانت في جنوب الصين، وكانت فرايسه عبارة عن القوارض والطيور والزواحف. ومن 7 مليون سنة بيبدأ ينخرط في أكل بعض النباتات جنب المفترسات بتاعته، اهو بيشكل زي الدببة البنية، لغاية ما في يوم بيظهر دب باندا وهو بيتمشى في الغابة ويتفاجئ بوجود شجرة من أشجار الخيزرات، ومع الجوع بيقرب منها ويقرر إنه يقطم منها قطمة، وهنا بيتفاجئ الدب بطعمها اللذيذ ويبدأ يلاحظ إن الشجرة دي موجودة في كل مكان، فبيقول بينه وبين نفسه: الله، طب ما الشجرة اهي وطعمها حلو وموجود منها في كل مكان، أمال ليه لازمته الفرهدة مع الفئران والطيور؟ وبيحلف إنه ما ياكلش من هنا ورايح غير خيزران. يطلع واحد يقول لي: أنت هتألف؟ هو في دب بيحلف؟ الرد مني هيكون سهل وبسيط، يعني أنت مشيت معاك القصة اللي أنا مألفها دي كلها وجات على إنه بيحلف وهتركز؟ المهم من اللحظة دي دب الباندا بيعتمد بنسبة 99% على الخيزران، على الرغم من إن جهازه الهضمي مخصص للحوم ومن الصعب انه يقدر يهضم الخيزران. لو اخدنا نظرة للاسد، حيوان مفترس لاحم من الدرجة الاولى، صعب انه ياكل اي نباتات، بل مستحيل، ولو عمل كده هيبدأ يرجع كل الاكل، وده لان جهازه الهضمي مش هيقدر يهضم اي شيء من النباتات. بس الباندا كان ليه رأي تاني خالص. بص، جهازه الهضمي مش بيقدر يهضم الألياف بتاعة الخيزران، وبتستغرق مدة طويلة في عمليات الهضم عشان يتخلص من المشكلة دي، فبيفضل ياكل كميات كبيرة جدا من الخيزران اللي بتوصل ل 38 كيلو في اليوم عشان يحاول يستمد الطاقة من الأجزاء اللي هتتهضم من الخيزران بس. وهو بياكل الكمية الكبيرة دي علشان يعوض نقص الطاقة بسبب الكميات الأكبر اللي ما بتتهضمش. دب الباندا جهازه الهضمي لسه ما اتطورش لأكل النباتات بشكل كامل. انت متخيل ده؟ لسه جهازه الهضمي يعتبر اكل للحوم بامتياز، وعدم قدرته على التطور رغم المدة الزمنية الطويلة دي في اكل الخيزران، وده لان سلوكه الغذائي اتغير فجأة وبسرعة كبيرة جدا، زي ما تكون بتاكل ملوخية مصرية وبعدها تديها معلقتين عسل تحس ان جهازك الهضمي بيصرخ منك جوه. الباندا كسلان لدرجة تشبهك انت بالظبط، يعني ماشي بمبدأ املى كرشي يزيد عزي، وهكذا ماشية. هو مفرغ حياته للأكل والنوم، لدرجة إن المربيين اللي بيحافظوا عليه لما بيحبوا ياخدوا منه ابنه بيدوله أكل، بمجرد ما بياخدوا الأكل بينسى ابنه تماما. والحاجة اللي موهوب ومجتهد فيها إنه بيقضي 16 ساعة بياكل ويعمل حوالي 40 حمام ويتبول 10 مرات في اليوم. عمر حيوان الباندا في الأسر بيوصل حوالي 34 سنة، يعني بحسبانة بسيطة هو بيقضي 17 سنة ونص من حياته مقضيهم أكل، و5 سنين بيعمل فيهم حمام، وال12 سنة ونص الباقيين مقضيها نوم. يخرب بيته، هو في حيوان كده؟ الباندا سرعته هو حيوان نشيط بتوصل حوالي 32 كيلومتر في الساعة، ولكن ده كان زمان، انما دلوقتي الكلام ده ما يمشيش على ملك التفخيد. دلوقتي بيقطع ال2 كيلو في ساعة، ولو كسلان اكتر واكتر هيمشي 15 متر في ساعة، وكل ما بيمشي يريح قصادها تلت ساعة، وهو في الحقيقة بيعمل كده عشان يوفر اكبر قدر من السعرات الحرارية. لو بصيت على فرو دب الباندا هتلاحظ انه سميك جدا وبيوصل ل10 سم، وده اتخن من الدب الاسود ب2 سم، وعلى الرغم من كل ده برضه مش بيفكر يصطاد او حتى ينافس الحيوانات التانية على اي اكل، رغم ان عنده امكانيات الصياد وكمان القوة وسماكة الجلد اللي بتحميه من انياب المفترسين، إلا وإنه قرر ياكل البامبو، واللي هو النبات الوحيد تقريبا في العالم اللي صعب يتهضم، وأغلبية الحيوانات ما بتقربش ناحيته. يعني في بعض أنواع الحيوانات بتاكله بس مش بالدرجة اللي بياكل بيها دب الباندا، لأنه معتمد عليه بشكل أساسي بنسبة بتوصل 99% تقريبا، ما بياكلش غيره. وعلى الرغم من حجم الباندا الكبير، إلا وإن أطفاله أثناء الولادة وزنهم بيبقى 100 جرام، وأحيانا بيتولدوا 85 جرام. الله، طب ازاي حيوان بالحجم ده يجيب لنا جرو بالحجم ده؟ الباندا بيشيل ابنه في فترة الحمل حوالي 3 شهور ل5 شهور، وفي الحقيقة أصلا الدب الصغير ده بيتكون في شهر واحد جوه الباندا، وده بسبب حاجة غريبة جدا وهي الانغراز المتأخر بعد التزاوج. البويضات المتخصبة مش بتبدأ في النمو على طول، لا دي بتفضل في حالة سكون لمدة شهور، وبمجرد ما تبدأ في النمو الجنين بيلحق يكمل نموه بسرعة، والمدة دي بتبقى شهر غالبا، وتبص تلاقيها
وهي انجبت الباندا الصغير اللي هي اصلا بسبب كسلها الواد ما كبرش ولا حتى بويضاتها كانت نشيطه زي باقي الثدييات يخرب بيتها. وفي الحقيقه حيوان الباندا مهدد بالانقراض بشكل كبير جدا، وطبعا هيطلع واحد يقول لنا اكيد الانسان الشرير هو السبب في انقراضه، بس احب افاجئك لا، السبب في انقراض حيوان الباندا هو الباندا، وده لاسباب بسيطه جدا. على الرغم من شده كسل الكائن ده الا وانه كمان مش بيشغل خلايا مخه، على الرغم من ان اولاده بيتولدوا عندهم ضعف في المناعه وغالبا ممكن يموتوا، الا وكمان احيانا وهي بتاكل البامبو بتنسى وبتقعد على ابنها بالغلط. يا دي المصيبه السوداء، يعني كسلان وغبي. في الحقيقه هو مش غبي لانه عنده قدرات كتير على حل المشاكل وعنده ذاكره قصيره المدى كويسه جدا، ولكن زي ما قلت لك هو مش بيحاول يعمل اي حاجه فيها مجهود، ولكن خلايا مخه لو اشتغلت هتكلفه سعرات حراريه وطاقه. وطبعا انت عارف انه من حوالي 2 مليون سنه قرر يرميها، فمش هيجي النهارده عشانك او عشان يشغل دماغه. وبكده تكون خلصت حلقتنا البسيطه، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا اي حاجه. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام. اعمل بقى لايك وكومنت كده عشان اكمل لك بقى الحدوته.